السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جماعه اللي تحب حاج موسى نحبكم كامل عندي هنا في الفيديو. راح تشوفوا اجمل هدف سجلوا حاج موسى البارح في المباراه تاع فينورد. لكن قبل ما نبداو خلونا نشتركوا في القناه اللي مازال مشتركش، ويدير لايك لهذا الفيديو باش يوصل الى اكبر عدد من متابعي المنتخب الوطني. الحاجه الاولى نبداو في الاحصائيات تاع حاج موسى. حاج موسى يا خاوتي في هذا العام قدم افضل مستوى، وان شاء الله يعني تدي كشكيبه مليحه. ان شاء الله يعني الانتقال تاعو هذا الانتقال الصيفي ينتقل الى افضل نادي. الدوري الهولندي يا خاوتي شارك 33 في 33 مباراة، شارك 29 مباراة، يعني تقريبا أغلب مباريات شارك فيها كأساسي. صح. في الشامبيونز ليغ شارك زوج مرات، في زوج لي ماتش شارك زوج مرات وسجل هدف. في الدوري الأوروبي راه مشارك 8/8، يعني في 8 مباريات شارك في 8 مباريات وكان فيهم أساسي وسجل هدفين، يعني الله يبارك. الإحصائيات تاعو إحصائيات ما شاء الله. الدوري الهولندي مسجل 9 أهداف وصنع 6 أهداف والتقييم تاعو 7.4، الله يبارك. يعني من بين أفضل الأجنحة في أوروبا، يعني أفضل تقييم 7.4، يعني الله يبارك. روحوا لدوري أبطال أوروبا، قلنا أنه شارك 2 ومسجل هدف، بطاقة الصفراء والحمراء ما عندوش. الدوري الهولندي عنده بطاقة حمراء. الدوري الأوروبي عنده 3 بطاقات صفراء، والتقييم تاعو في الدوري الأوروبي هو 7، الله يبارك. صح. كأس هولندا فاينورد ما شاركتش. عندنا كأس إفريقيا. في كأس إفريقيا شارك في 3 مباريات وما لعبش كأساسي للأسف، لكن صنع هدفين. التقييم تاعو في كأس إفريقيا 7، بطاقة الصفراء 3. تصفيات كأس إفريقيا في 4 مباريات شارك 3 مباريات وكما على بالنا ماشي أساسي لأنه محرز هو الأساسي. الأهداف 0، صناعة اللاعب 0، يعني ما لعبش، ما تقدرش تحكم عليه في تصفية كأس إفريقيا ولا في كأس إفريقيا. لكن في الدوري الهولندي يا خوتي راه مشارك بنسبة يعني 92% من المباريات كاع مشارك فيهم، وصانع 6 أهداف ومسجل 9 أهداف والتقييم تاعو 7.4. واش رايكم يعني في احصائيات تاعو؟ واش رايكم يعني سنا المستوى اللي قدمه حاج موسى في فاينورد؟ الان نروحوا للهدف اللي سجلوا حاج موسى. شوفوا يا خاوتي الهدف تاع حاج موسى هدف قوه، هدف يعني خرافي تاع لاعب جناح محترف. شوفوا خاوتي البيت كيفاش بدا. شوفوا حاج موسى تمركز تاعو، شوف كيفاش طلب الكره في الرواق. شوف هنا انطلاقه خرافيه، انطلاقه تاع جناح حقيقي. راكم تشوفوا يعني محرز مؤقتا ما راش يلعب كلاعب جناح. انطلاقه. شوف حاج موسى، تشوف ديفيرونس كبير بينه وبين محرز، انخفاض رهيب المحرز. رياض محرز كان بهذا الشكل، لكن شوف حاج موسى الان كيفاش راه يلعب. شوف حنا لما ندافعوا على حاج موسى يجوا ناس في التعليقات تقول لك محرز خلونا خاوتي، هذا لاعب شاب مصغر، خلينا نعطولو فرصه في المنتخب الوطني، خلينا نديروا ضخ دماء جديده في المنتخب، ما نبقاوش كسروا في لاعبين كيما هذا. شوفوا يا خاوتي الهدف تاعو، شوف هدف خرافي. واش يزيد لك حاج موسى؟ واش يزيد لك؟ شوف بعد الهدف هذا، شوف نعاودوا الهدف. شوفوا يا خاوتي، شوف انطلاقه، شوف دون تردد، طب حطها في الجول. يعني ثقة في النفس، كلش أداء، مستوى بدني، كلش تلقاه في حاج موسى. ونزيد لكم حاجة، أنس حاج موسى لاعب سريع، هو معروف يعني في الدوري الهولندي، ناس اللي تتبع فاينورد على باله لاعب سريع، يعني تقدر ديرو تعتمد عليه كأساسي بشكل عادي في المنتخب الوطني. إن شاء الله يعني بيتكوفيتش لاك تسمع فينا، حط لنا حاج موسى أساسي، الله يسترك، باسكو هذا لاعب تقدر يعني تعتمد عليه في المستقبل. المهم خاوتي، راكم شفتوا البيت تاع انيس حاج موسى، راكم شفتوا احصائيات، راكم شفتوا واش قدم في هذا الموسم، موسم خرافي. ان شاء الله يعني في الصيف هذا الانتقالات ينتقل لكاش نادي كبير، نتمنى له ان شاء الله يكون في الدوري الانجليزي في ليفربول او ارسنال. انا ماذا بيا لو كان يكون في ليفربول يخلف محمد صلاح، لانه محمد صلاح نهايه الموسم تاعو او نهايه مشواره مع ليفربول هذا الصيف.
المهم خاوتي، الا كنتو تشوفوا في هذا الفيديو عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وما تنساوش الاشتراك في القناه، لانه كل جديد راح يصرى في المنتخب الوطني او لاعبي المنتخب الوطني كل محترفين في اوروبا راح نتكلموا عليهم في هذه القناه. بس خاوتي اشتركوا في القناه. سلام.